امرأة من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنها صاحبة كرامات، وقيل إن حياتها كانت مثالا يحتذى. أوصى الإمام الشافعي أن تصلي عليه في جنازته، ولا زال مقامها ومسجدها الكريم دارا لمحب العلم والفقه والقرآن الكريم. فمن هي السيدة نفيسة رضي الله عنها؟ ولماذا رفض المصريون أن تتركهم حتى بعد وفاتها؟ السيدة نفيسة رضي الله عنها هي من نسل الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن آل بيته، فهي بنت الإمام الحسن الأنور ابن زيد ابن الحسن بن علي بن أبي طالب. ولدت في مكة في 11 من ربيع الأول لعام 145 هجرية، وكانت والدتها تدعى أم سلمة الملقبة بأم ولد، وذلك لأنها كانت لا تنجب إلا الذكور، فقد ولدت السيدة نفيسة بعد 10 من الذكور، ففرحت أمها بها فرحا كبيرا، وكان والدها يتمنى أن يعطيه الله بنتا مثل رسول الله، فأسماها نفيسة أي الجوهرة المكنونة، وكانت بشرة خير لوالدها. فبعد أن بشر ابن الأنور بولادة نفيسة وهو في الكعبة، جاءته البشارة الأخرى، وهي توليه ولاية المدينة المنورة مع منحة قدرها 20,000 درهم، وبذلك كانت نفيسة وجه الخير والسعد على والديها. انتقلت السيدة نفيسة إلى المدينة المنورة وهي في 5 من عمرها، وكانت دائمة الذهاب إلى المسجد النبوي وتستمع إلى شيوخه وتتلقى الحديث والفقه من علمائه. ومن شدة حبها وشغفها للعلم لقبت بنفيسة العلم قبل أن تتخطى مرحلة الطفولة، نظرا لإتقانها القراءة والكتابة، وهي لم تبلغ 7، وحفظت القرآن كاملا في 8 من عمرها. تقدم لخطبة السيدة نفيسة إسحاق ابن جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، وكان معروفا عنه شدة أمانته وإيمانه، ولكن والدها رفض تزويجها في البداية، إلى أن رأى في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه بتزويج نفيسة لجعفر، وهو ما تم بالفعل في عام 161 هجرية، وأنجبت لإسحاق ولدا وبنتا هما القاسم وأم كلثوم. وسافر إسحاق بصحبة زوجته إلى مكة المكرمة، وطلبت السيدة نفيسة زيارة مقام الخليل إبراهيم عليه السلام، فأخذها زوجها لزيارته، ثم طلبت زيارة مصر، وبالفعل ذهبت في يوم 26 من رمضان 193 هجرية، وكانت شهرتها قد سبقتها وأحبها الناس وسمع عنها أهل مصر، فخرج الناس لاستقبالها على أبواب مصر، تحديدا عند مدينة العريش، ووهبها والي مصر دارا واسعة، وحدد يومين في الأسبوع يزورها الناس طلبا للعلم والنصيحة، حتى لا تنشغل السيدة نفيسة عن عبادتها وأورادها، وتجد في إقامتها في مصر إزعاجا لها، وذلك من شدة حب الناس وإقبالهم عليها. عرف عن السيدة نفيسة نصرتها للمظلوم، فعندما استغاث بها الناس في مصر من ظلم ابن طولون اعترضت موكبه وطلبت منه أن يتوقف عن ظلم الناس، فاستمع إليها. وعندما توقف النيل عن الزيادة في الوقت الذي كانت فيه في مصر، حضر إليها الناس وطلبوا منها الدعاء، فأعطتهم وشاحها الخاص بها وقالت: ألقوه في النيل. فلما ألقوه زاد منسوب نهر النيل، وعادت البركة إليه مرة أخرى، مما جعل الناس يتحدثون عن كرامات الست نفيسة العلوم، وكانت معجزة من المعجزات وكرامة من كرامات السيدة نفيسة. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو عالم وفقيه من فقهاء الدين
إذا مرض أو أصابه عارض يرسل لها رسولا من عنده ويطلب من السيدة نفيسة أن تدعو له، فلا يعود إليه رسوله إلا وقد تعافى. وكان يزورها في دارها التي وهبها لها والي مصر، ويتناقش معها في علوم الدين والفقه وأحاديث الرسول الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما مرض الشافعي مرضه الأخير أرسل لها رسوله فقالت: متعه الله بالنظر لوجهه الكريم. فعلم الشافعي أن اللحظات الأخيرة قد حانت ولا مفر منها، ورحل الإمام الشافعي بعدها بأيام. وأوصى الإمام الشافعي أن تصلي عليه السيدة نفيسة في جنازته، فمرت الجنازة إلى دارها فصلت عليه تنفيذا لوصيته. ومن كرامتها أيضا حينما جاءت إلى مصر ونزلت بدار كانت بجوار بيتها، وهو بيت به ابنة لا تقدر على الحركة، وكانت الفتاة تحب أن تبقى عند السيدة نفيسة، فاستأذنت الأم من السيدة نفيسة فأذنت لها، فوضعت الفتاة الصغيرة في زاوية البيت، فقامت السيدة نفيسة وتوضأت، فجرى ماء وضوءها إلى البنت المريضة، فألهمها الله أن أخذت بماء الوضوء ومسحت به على قدم الفتاة الصغيرة فشفيت بإذن الله. وانتشر الخبر بين الناس، وكانت واحدة من أكبر كرامات السيدة نفيسة بأمر الله. شعرت السيدة نفيسة باقتراب أجلها، فاستعدت لتلك اللحظة جيدا، وقامت بحفر مثواها حتى تصلي فيه وتختم القرآن، وقامت بختم القرآن فيه حوالي 190 مرة، وأرسلت إلى زوجها تطلب منه أن يأتي إليها، ولكنه لم يأتي، فاشتد عليها المرض. ورافقتها في ذلك الوقت زينب بنت أخيها، وحكت أنها مرضت في أول جمعة من رمضان وظلت صائمة، ورفضت أن تفطر رغم شدة مرضها، ووصلت للعشر الوسطى في رمضان، فكانت تقرأ سورة الأنعام حتى وصلت لقول الله تعالى: قل الله كتب على نفسه الرحمة، فأغمي عليها وفاضت روحها في شهر رمضان. أوصت السيدة نفيسة بدفنها في مدفنها الذي حفرته بيديها، وهو نفس مكان مقامها الكريم الموجود في مصر. فجاء زوجها وكان مصمم على دفنها في منطقة البقيع، لكن المصريين طلبوا منه أن يتركها في مصر، وطلبوا من الحاكم أن يتوسط له، فلم يقبل شفاعته. وجلس الناس حول قبرها يدعون الله ألا يريهم ساعة فراقها، وأن تدفن في مصر وفي المكان الذي اختارته. ولما أشرق نور الصباح أقبل زوجها إسحاق ليقول لجموع الناس أنه رأى في المنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له: دع نفيسة للمصريين، فتركها بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يوم تشييعها مشهودا دعا فيه آلاف الناس لها وبكوا على فراقها. وظل مقامها ومسجدها الشريف في القاهرة في مصر يحظى باهتمام العلماء والأمراء الذين تعاقبوا على مصر لزيارة ذلك المقام الشريف والصلاة في مسجدها. وقد عرف عن خديوي مصر عباس حلمي الثاني أنه كان من محبي السيدة نفيسة، وهو من قام بتوسعة مسجدها وتجديده، ليظل مقام السيدة نفيسة حتى الآن قائما موجودا لمحبي نفيسة العلم والمعرفة، ويظل مكانا يحبه المصريون ويحترمونه ويعتبرونه رمزا كبيرا.